العذابات النفسية اللي توصل واحد مشهور معروف عرفته فكرا ورأيا واختلفت معاه زي الدكتور عبد الله شحاتة، بتعملوا في الناس ايه يا جماعة؟ ده مش تعذيب، ده مراحل ما بعد التعذيب، ده مراحل الوصول للعب في عقول الناس. أنا شايف في ارتباط ما بينه وما بين ملف آخر هناخده في نفس الحلقة، وهو ملف تنظيم حسم رد الداخلية والقصة دي على بعضها. لكن في هنا جديد وخطير طول الوقت، وهو القصة بتاعت، شوف البيان ده كده من المفوضية المصرية. تعالوا نشوف مع بعض هذا البيان، لأنه البيان وتقريبا المفوضية المصرية عبر ال10 أيام ال15 يوم اللي فاتوا، لا أنا عايز بيان المفوضية المصرية اللي بتحذر من تدهور الأوضاع في سجن بدر 3. هذا البيان اهو البيان طبعا منشور على المنصة، مشكورين طبعا، واحدة من المنصات المستقلة في مصر. النبي يا أستاذ حسن طلعني مع البيان معلش. ماشي. البيان بيقول لك ايه؟ بعد تكرار محاولات الانتحار، تكرار محاولات الانتحار، الإخوان المسلمين وصلوا للانتحار. ركز معايا بقى عشان ايه، خدها كده نقطة في الحلقة دي على جنب، وقول كده أحمد سميح بيقول إنه البيانات واصلة، البيانات بقى لها 10 أيام بتيجي من المؤسسات الحقوقية إنه في تكرار في حالات الانتحار. فين؟ في سجن بدر 3 اللي محبوس فيه قيادات الإخوان، اللي يمكن حتى من 2-3 كان في كشف كامل بمين المشاركين في عملية الإضراب عن الطعام. تقريبا كل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يعني على الأقل اللي أنا أعرف أن أسمائهم موجودين في هذا السجن. طبعا ممكن يكونوا يزيدوا، بس المعلومات ما بتصلش كلها برضه، عشان تبقى أنت عزيزي المشاهد قاعد في البيت في التلفزيون، يعني بتشاهد التلفزيون وعندك الصورة أوضح. من امتى احنا بنسمع ان الاخوان المسلمين بينتحروا؟ دي بالنسبه لي وعلى شبت الشعر جديده. لو حد سمعها قبل كده يقول لنا. سمعتها يا استاذ احمد قبل كده؟ لا طبعا. يعني بصوا بقى، التعذيب الناس بتتعذب مش النهارده، عبر التاريخ. مش الاخوان المسلمين بس، كل التيارات السياسيه. الحبس الانفرادي والناس بتتحبس، مش سنة، مش 2، مش 3، مش 5، 10 و15 وفي 20. وفي التاريخ الحديث اللي أنا بنيت وعي أثناءه، لا أنسى ما كشفه الله يرحمه الأستاذ مكرم محمد أحمد لما راح أول زيارة للسجن الجماعة الإسلامية وأفراد من تنظيم الجهاد، وعمل معاهم ما سمي في التسعينات المراجعة الفكرية لهذه الجماعة. وشفت، ما كنتش مصدق، شفت على آخر ساعة، ويمكن يعني لو ربنا اداني العمر وفي يوم من الايام رجعت مصر غالبا عندي العدد ده. لان انت كشاب عادي يعني بتقرا الصحف، بتنزل الصبح
بتتعود يعني، انت عارف هتشتري ايه مش هتشتري ايه، بس فجأة تلاقي عدد كبير، وكانت اخر ساعة كده مجلة كده مربربة حلوة كده بالالوان، مكرم محمد احمد بيتصور مع زهدي عطية، ومش متذكر الاسماء بقى يعني الاسماء هتفرق معايا، وعصام دربالة بيتصور وبيضحكوا، وفي صورة داخلية صغيرة كده لإيه؟ لتجمع يجلس في قمة هذا التجمع الأستاذ مكرم محمد أحمد. ثم بدأ الأستاذ مكرم محمد أحمد في نشر ما كان يحدث عبر عدد من السنين من خلال التواصل الفكري ما بين وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة في تلك اللحظة والجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية اللي هو الإخوان المسلمين دول بالنسبة لهم يعني ما لهمش يعني إيه، يعني في فرق في طريقة التفكير. لكن أنا ما سمعتش لا من زمان ولا من قريب ولا في تقارير حقوقية. مثلا أنا مثلا أتابع تقارير المنظمات الحقوقية منذ أنشئت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أواخر الثمانينات سنة 89 في مصر، ثم تلاها إنشاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. لم أرى، شفت بقى كلام عن تعذيب وعن قتل داخل إطار القانون، شفت كل حاجة. يعني أنا واعي بهذا الملف وكيف تتعامل الدولة والأجهزة الأمنية مع هذا الملف. لم أرى في حياتي لا خبر ولا تقرير ولا موضوع ولا سماع من مساجين سابقين أو سياسيين سابقين عن محاولة انتحار واحد في تيار ديني، ما سمعتهاش. سمعت في هذا الحقبة وفي هذه اللحظة عن انتحار شباب من تنظيمات 6 إبريل يساريين أو محاولات انتحارهم، سمعت عن ده. لكن إخوان مسلمين ينتحروا دي حاجة كده عاملة بقى إيه، تحتاج إلى دراسة ودراسة وفهم. المفروض طبعا ما أعملش أنا الدراسة دي، مش هقدر، لكن المفروض وزارة الداخلية نفسها تعمل فيها دراسة. كيف استطاعت سجون عبد الفتاح السيسي أن تصل بكوادر الإخوان المسلمين اللي بيقنعوا الناس بأنه الحياة هي عبارة عن جزء منها ابتلاء، ويروا أن السجون دي ابتلاء وأنه ده بلوى من عند الله وأنه عليهم يقبلوها؟ إزاي أنت قدرت توصله لمرحلة أنه يقطع شرايينه؟ ماذا تفعلوا بهم جوه السجون؟ ولا راجل بقى لا اخوان مسلمين ولا هينفع تقعد تعمل لي هاشتاج احمد سامي اخوان مسلمين. راجل معروف منذ نعومه اظافري، ابويا راجل يساري وانا راجل ليبرالي، واحنا ناس عندنا فلوس وبتوع فلوس، ما نحبش يعني المشاكل قوي مع الحكومه، نحب المشاكل على قدنا كده. وتجار يعني زي كل مصر. لكن في النهايه في ظواهر علي ان احكيها لك من مواطن لمواطن، من مواطن لمواطن. يعني أنا قريت الله يرحمها الغزالي، السيدة زينب الغزالي، قريت إدخال الكلاب عليها. يعني شفت نماذج مختلفة من ذلك الخيال المريض لما ضابط يستأسد على مساجينه فيقرر أن يعذبهم بعد ما دخلوا السجن. شفت فيلم البريء. يعني مفيش في التاريخ السجون وتاريخ القمع في مصر السياسي الحديث ما أراه وما أقرأه في هذه التقارير الحديثة اللي جاية تقول لك مش واحد، يعني مش شاب مثلا الدنيا اتقفلت في وشه، لا ده بتكلمك على قيادة. يا أساتذة، أنا رحت الجامعة مع أول مرة مع صديق في الوفديين، النشاط السياسي الوفدي يعني، وكانت مسؤولة عن طلاب الوفد في تلك اللحظة أستاذة محامية، هي مسؤولة اللي بتدير العمل الطلابي في جامعة القاهرة، الله يمسيها بالخير. وأبوها راجل يعني ناس بنت يعني عمد، عيلتها كلها عمد، مش هقدر طبعا أقول الاسم.
اول مره عيل صغير عندي 17 سنه، بس بخش الجامعه بالهروب كده وبتاع عشان افهم بيحصل ايه. لم ارى ولم افهم انه حد، يعني شفنا جماعه الاخوان المسلمين، شفنا مظاهراتهم، مفيش فكره اذى النفس دي خالص. جزء من الفكر بتاع الجماعه دي، جزء من فكرها هو انه التنظيم يشتغل مع الفرد لفتره زمنيه عشان يؤهله يبقى عضو في الجماعه. بيشتغل معاه نفسي، وبيشتغل معاه مالي، وبيشتغل معاه تعليمي، وبيشتغل معاه اجتماعي، وبيحول شخص ما يعرفوش لشخص في جماعه بقى. تتفق تختلف، الى انه ده فكرهم. عندهم طبعا مشاكل واخطاء وحاجات كارثيه، لكن واحد اخوان مسلمين ننتحر دي ما سمعتش عنها. وهقول لحضرتك على حاجه، لو كانت منظمه اخرى غير المفوضيه المصريه مطلعه البيان ده، انا كنت قلت انه الكلام ده مضروب. لما دخلت جامعه القاهره سمعت عن حاجه اسمها الاقتصاد الاسلامي، ما كنت سمعت عنها قبل كده. بيقودها استاذ جامعي كبير، دكتور عبد الله شحاته. يعني انا دخلت عندي 17 سنه بلعب في السياسه، شفت الدكتور عبد الله شحاته ده كان مثلا في الخمسينات، في اواخر الاربعينات. لما انا اقرا النهارده راجل كبارة يعني وعاقل واستاذ جامعي رايته يدرس في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره، ما بكلمكش انا عن حاجه مثلا شخص مثلا ممكن يتاثر، لا لا لا، بكلمك عن استاذ جامعي شفته في ندوه وقريت له في كتاب. طبعا عمري ما اقتنعت بافكاره، ده موضوع تاني، لكن شفته في ندوه وقريته في كتاب وشفته في فيلم تسجيلي وحاورته في مره، سالته سؤالين رخمين كده ولا كده. اقرا انا هنا انه الدكتور عبد الله شحاته استاذ الاقتصاد في جامعه القاهره يبقى اسلامي، يبقى شيوعي، يبقى يهودي، يحاول الانتحار وهو في اواخر عمره؟ لا، ده انتوا عملتوا حاجه بقى لم توجد في التاريخ من قبل. اللي انا بقوله لحضراتكم ده مش تعليق تلفزيوني لمذيع، انا بقول لك على شهاده تاريخيه. انا فاهم الاخوان المسلمين عشان بخانقهم، عشان مختلف سياسيا معاهم، فلازم افهمهم. واللي بقوله لك ده من جوه كتابهم، من جوه قراءاتي لتراثهم الفكري. انا راجل كنت بشتغل في تجميع وادخال الشباب الصغير للاحزاب السياسيه، حزب الوفد تحديدا. فكنت واحده من اهتماماتي اعرف الاخوان بيجندوا الشباب ازاي، لان احنا 10 وهم 200، فانا عايز اخلينا احنا 200 وهم 10 زي اي فريق كوره. فرحت ذاكرت، لقيت الكتب كلها كتب متعلقه، بيستخدموا يعني كتب متعلقه بالتنميه الفرديه. فاش انتحار فيها الفرد المسلم القوي، فيها الاسره المسلمه القويه، فيها المجتمع المسلم القوي، بيوصلهم للعالميه ويحكموا العالم. فكرهم بقى تتفق معاه تختلف معاه، بس بدون اللبنه الاولى الفرد المسلم القوي مش هتوصل للعالميه. واستاذيه العالم بتاعت الاستاذ الشهيد حسن البنا. الله، ازاي انت بقى كجهاز امني ولا كجهاز عقابي قدرت توصل الفرد المسلم القوي لانه عايز ينتحر؟ كم العذابات النفسيه اللي توصل واحد مشهور معروف عرفته فكرا ورأيا واختلفت معاه زي الدكتور عبد الله شحاته. بتعملوا في الناس ايه يا جماعه؟ ده مش تعذيب، ده مراحل ما بعد التعذيب، ده مراحل
الوصول للعب في عقول الناس.